ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل ألذ وأطعم مربى قشر برتقان. بجد يعني تجربه حلوه جدا، جربوها وهيطلع معاكي تحفه جدا ومش هيمرر معاكي. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني لايك واشتراك في القناه. اول حاجه طبعا جبنا قشر برتقان ونقعته من بالليل في ميه. طبعا هتقطعيه شرايح بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هنصفي الميه. طبعا سيبناها لمده ليله كامله يا جماعه، وبعد كده هتصفيه طبعا من القشر ده علشان نطلع المراره بتاعته كده. تمام. بعد كده طبعا هنشطفه تاني وهنحط له ميه جديده وبعد كده هنحطه على النار. طبعا تزودي كميه الميه. شايفين اول ما ياخد غلوه معانا؟ شايفين اللون الاصفر ده اللي بيطلع؟ دي المراره بتاعه البرتقال بتاعه القشر. هنصفيها كمان. هتطلعي طبعا كل الكميه تصفيها كده وهنحط لها كمان ميه جديده. يعني هتعملي الخطوة دي حوالي 3-4 مرات او 5 مرات على قد ما تقدري علشان تطلعي المرارة اللي بتبقى في القشر البرتقال. وبجد يعني هتطلع معاكي كل ما تعملي اكتر هتطلع تلاقي المرارة بتاعة القشر اختفت تماما كده. تمام. طبعا ناس كتير بتخاف من المرارة بتاعته، بس بالطريقة دي مش هيبقى معاكي مرة خالص. هتغيريها مرتين 3-4 مرات 5 مرات على قد ما تقدري، وبعد كده تصفيها. تقريبا دي 5 مرة كنت غليت فيها القشر البرتقال وصفيته. بجد يعني هو حلو جدا بصراحة. جربت تحطه في الكيك وكده، يعني شكله حلو كده. تمام. هنغير كمان تاني الكمية، وهنحط كمان. حاولي كمان في كل مرة تحطي مية تكون سخنة معاكي علشان ما ياخدش معاكي وقت في الغليان. بعد كده حطيت هنا كوبايتين من السكر، وحطيت كوبايتين من المية على القشر. دي اخر مرحلة. وهنحطه طبعا على النار لان نخليه يتكرمل معانا ويبقى زي المربى. شايفين؟ وكمان بعد كده هتزودي كوباية من عصير البرتقال، وهتسيبيهم يغلوا كده على النار لحد ما يتكرمل معاكي ويتقل القوام بتاعه، يبقى زي قوام المربى بالظبط. بجد يعني حلو جدا في السندوتشات، يعني طعمه حلو لذيذ، يعني مش هيطلع مر معاكي ولا اي حاجه. جربوه بس بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم جدا. وزي ما اتفقنا تغلي على النار 5 مرات او 6 مرات لحد ما يطلع المراره بتاعته بجد يعني. وتحطيه طبعا في برطمانات. تجيبي برطمان يكون نضيف كده ومعقم معاكي وتشيليه فيه. بجد يعني حاجه حلوه جدا تزيني بيه الكيك اي حاجه. حلو جدا، شكله حلو زي كأنه مربى بالظبط، يعني مش هتختلفي عليه في الطعم. بجد يعني حاجه حلوه جدا. عايزه تزودي كمان كميه عصير البرتقال وتخليه كريمي معاكي اكتر، يعني ممكن تزودي كميه عصير البرتقال، يعني تعملي كوبايتين من عصير البرتقال. هيبقى معاكي فيه صوص كده حلو فيه كده. وبجد يعني حلو جدا. جربوه طعمه حلو قوي والاولاد هيعجبهم. بس يفضل كمان انك ما تضربوهوش، ما تنعموش بعد ما بعد ما تخلصيه ما تضربوهوش في الكبه، علشان لو نعم معاكي هيبقى شكله مش ظريف كده. حلو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك واشتراك.